السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشني الاستوديو، وحشني قعدة المكتب، وحشتني الكاميرا، وحشني التصوير، كلكم وحشتوني. والعودة بقى بعد غياب فترة طويلة ما بنعملش فيديوهات يا جماعة. السوق اتغير وحاجات كتير اتغيرت، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس راجعين بقوة بفضل الله، راجعين بقوة. النهارده هنبدأ سلسلة الساعات الجديدة الموجودة في السوق، سلسلة ريفيوهات عن الساعات الجديدة، وهنتكلم عن كل تفاصيلها. وعشان انا ما بحبش اطول المقدمة، فلايكك الجميل ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه. وتعالوا بينا نبدا بالساعه اللي معانا النهارده، اللي انتشرت كتير جدا الفتره دي في السوق وناس كتير بتسال عنها. الساعه دي يا جماعه اسمها هاينوتيكو 19. هاينوتيكو 19 من الساعات الملفته جدا. ده شكل الكرتونه بتاعتها. ساعة ملفتة، ساعة منتشرة جدا، ناس كتير عايزة تعرف، سألتنا عنها، عايزة تعرف إمكانياتها، تفاصيلها، بكام، نجيبها منين، الاسترابات اللي بتيجي معاها، شاشه اموليد ولا مش اموليد، بتدعم مكالمات ولا لا، حط صوره خلفيه ولا لا. كل ده هنعرفه على مدار الفيديو. عشان ما اطولش عليك، صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا بالانبوكسنج. والساعه ده شكل الكرتونه بتاعتها، هاينوتيكو 19، شاشه اموليد، بتيجي ب3 ستراب، بطاريه 15 يوم، ضد الميه 30 دقيقه، لمده 30 دقيقه، عمق 1 متر. وطبعا في ظهر الكرتونه بيجي هنا الامكانيات والاسترابات اللي بتيجي معاها. طبعا اول ما بنفتح الكرتونه، اول لون معانا هو اللون الاسود، اسود جرافيتي. اسود جرافيتي ده يا جماعه يعني مش اسود صريح، لونه جراي كده. ده شكل الساعه عشان برضو تبقى شايف اللون بتاعها على الطبيعه. السبيكر هنا في الشمال، عندك السكرول كده فيه حته اورنج، شكلها حلو جدا، زرار فوق زرار تحت، الظهر سوليت ما فيهوش مسامير. تمام، شكل الساعه حلو جدا. وعندك بقى 3 استرابات. الاستراب الاولاني هو استراب معدن، خامته كويسه جدا. الاستراب الثاني هو استراب جلد، برضو خامته كويسه. الاستراب الثالث هو استراب رابر، لونه اسود، خامته كويسه جدا. ومعاك كارت الضمان وكارت البرنامج، تصور هنا تنزل البرنامج، والشاحن الوايرلس الماجنتيك. اما اللون الثاني هو اللون الفضي، وجمال اللون الفضي. طبعا الكارت والشاحن نفس الكارت ونفس الشاحن ونفس كل حاجه، ولكن الساعه بتيجي باللون الفضي. ده اللون الفضي بتاعها، نفس الحته الاورنج اللي في الكراون، نفس الابعاد، نفس كل حاجه زي ما انت شايف. ده اللون الفضي بتاع الساعه. وعندنا برضو 3 استرابات. الاستراب الفضي ده المعدن المضلع كده، التضليع اللي الناس كلها بتحبها. واستراب بني برضو خامته كويسه جدا. واستراب اورنج، اكتر استراب لايق على الساعه الفضي. وده شكل وابعاد الساعه في الايد، شكلها حلو جدا، مش كبيره ومش ضخمه ومش صغيره، وخفيفه، لان الساعه هنا خاماتها من المعدن الخفيف زي الالومنيوم او سبائك الزنك. ده مش متوضح، ولكن هو معدن خفيف جدا، مصنفر كده، يعني حلو قوي، يعني كلون او كلون فضي حلو كده، مش الفضي اللي بيلمع الرخم ده. تمام. والساعه كمان جايه هنا بمعيار مقاومه للميه، غالبا هو تعادل اي بي 67، لان احنا الساعه هنا معانا ضد الميه لكل الاستخدامات الخفيفه، ولكن مش للسباحه ومش للغوص. تغسل ايدك عادي. خلي بالك موضوع الحمى ده عشان برضو الكريمات والمواد الكيماويه عن الصابون والحاجات دي، فانا ما بنصحش خالص انك تستحمى بالساعه حتى لو هي ضد الميه بشكل قوي جدا. ولكن الحمى ده غلط جدا على الساعات. الساعه مقاومه للميه، لو انت هتسبح بيها على وش الميه مفيش مشكله، لكن الميه عذبه مش ميه مالحه. وكمان لو بتغسل ايدك مطر، لو انت في الجيم، الحاجات الخفيفه دي كلها هتسد معاك، مفيش مشكله خالص. عندنا شاشه اموليد تفاصيلها حلوه قوي قوي قوي، ما فيهاش حواف كتيره، غير انا بتكلمش على الحواف الفضه، انا بتكلم على حواف الشاشه نفسها. بتيجي بشويه خلفيات حلوين قوي، الوانهم حلوه بصراحه، خلفيات دارك وخلفيات مميزه جدا جدا. بص كده، الوان الشاشه وابعاد الشاشه وسطوع الشاشه، ده نص السطوع بتاعها، الوان وتفاصيل والتاتش، تشبع الالوان. الشاشه بتبص لها من اي اتجاه بتشوفها، حتى في الاضاءه العاليه بتبقى الشاشه واضحه، مع ان ده نص السطوع بتاعها. الوان مش باهته كده. طبعا الشاشه بتدعم وضع الاولويز اون ديسبلاي، الارقام والعقارب. يعني لو انت جايب الخلفيه عقارب بالشكل اللي انت شايفه ده، هيجي لك وضع الاولويز اون ديسبلاي عقارب زي ما انت شايف كده بالظبط. ولو قلبنا الخلفيه كمان خليناها ارقام زي الخلفيه دي مثلا اللي لايقه قوي بصراحه على الاستراب، هيجي لنا وضع الاولويز اون ديسبلاي اوتوماتيك ارقام بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. والمميز في الساعه دي عن الساعات التانية ان هي شغاله بسيستم الوير فيت برو الجديد، يعني تقدر تخش على الاعدادات من خلال الضبط من هنا، وتخصص وضع الاولوز اون ديسبلاي زي ما انت عايز، تخليه طول اليوم او تعمله فتره زمنيه جزئيه. وانا انصحك عشان توفر في البطاريه تعمله فتره زمنيه تخليه يشتغل بالليل بس. الساعه بتدعم اللغه العربيه بشكل كويس، مش مقطعه، الخط مش رفيع قوي زي ما انت شايف كده.
وكمان في الاشعارات لو نزلنا من فوق كده هيجيب لنا طبعا الاشعارات، بتجيب لك اشعارات الواتساب وكل الاشعارات طبعا. يعني زي ما انت شايف ده بتجيب لك الرقم، بتجيب لك ان ده اشعار من 12 دقيقه، عدى عليه 12 دقيقه، وده محتوى الاشعار وازاله الاشعار. وممكن ترد. الرد هنا دي حاجه توضيحيه للناس. انا ممكن ارد عن طريق ان يعني مفيش كيبورد، لا انا برد عن طريق رساله صوتيه. رساله صوتيه طب بتوصل ازاي؟ اوتوماتيك لما تعمل رد بيشغل المساعد الصوتي بتاع الموبايل، سواء بقى جيميناي او سيري او ايا كان، تقول له ابعت رساله للرقم ده، قول له كذا كذا كذا، بتيجي متسجله ومبعوثه الرساله. لكن كيبورد وتكتب مفيش الكلام ده. دي برضو حاجه من الحاجات الكويسه، بس بتدعم اللغه العربي بشكل كويس. بالنسبه للمكالمات فانت هتخش عندك على هاتف ده هتلاقي المكالمات الاخيره، المكالمات اللي انت عملتها الاخيره. وعندك كمان ترجع كده هتلاقي جهات الاتصال. هنا في جهات الاتصال يا جماعه تقدر تضيف من 50 ل 100 اسم. مش دول بس اللي بيظهروا، لا انت لو موبايلك اندرويد حديث اي اسم، اي اسم طالما متسجل عندك على الموبايل هيرن عليك على الموبايل، هيظهر معاك على الساعه، مفيش مشكله حتى لو انت ما سجلتوش. وعندك لوحه الاتصال تقدر ترن طبعا على اي رقم من خلال الساعه. وبالنسبه للاوضاع الطبيه والرياضيه فانت عندك الزرار اللي فوق ده بتدوس عليه بيدخلك عندك هنا الجري في الاماكن المغلقه اللي هو على الجرايات مثلا او في الجيم، الجري في الهواء لو انت بتجري في طريق او حاجه. ركوب الدراجات عندك باختصار كل الرياضات. كل اللي عليك ان انت هتدوس على الرياضه اللي انت عايزها، يبدا يعد معاك من 3 2 1 وتبدا تمارس الرياضه بتاعتك، وبيقيس لك بقى الاكتيفيتي، الكالوري، اهم حاجه يعرفك انت جريت قد ايه، الحاجات دي كلها ده كله متاح. وزي ما انت شايف الحساسات بتشتغل بالشكل اللي انت شايفه ده. بالنسبه للاوضاع الطبيه احنا عندنا معدل ضربات القلب، ضغط الدم، سكر الدم، الاكسجين في الدم. لو دخلنا كده على معدل ضربات القلب هيقيس لنا معدل ضربات القلب. بس انا عايز انصحكم نصيحه لوجه الله تعالى يا جماعه، الساعات اللي في رينج 3000 و2000 و1000 والكلام ده، الحاجات دي لا يعتمد عليها طبيا اطلاقا. كاتب لك حتى على الساعه او على ظهر الساعه ان هي نون ميديكال، ما يعتمدش عليها، ان القياسات دي للقراءه فقط، ان هي تطمن بيها على نفسك فقط، لكن لا تاخد بيها دواء ولا تعتمد عليها. اقل حاجه عشان تعتمد عليها تروح تجيب لك ساعه ب 15000 جنيه او صور طب مخصص بيتباع كده غالي برضو. لكن الساعات ام 3 و4 و2 الحاجات دي لا يعتمد عليها، هي للاشاره، للاشاره فقط. خد بالك من الموضوع ده عشان ما تسالنيش وتقول لي هي بتقيس ضربات القلب بدقه، هي بتقيس ضغط الدم. ضغط الدم ايه؟ ضغط الدم ده ما يطلعش معاك غير بجهاز البطاريه. بطاريه الساعه دي يا جماعه هم طبعا كاتبين على العلبه ان هي بتقعد 15 يوم. 15 يوم فعلا في وضع الستاند باي، يعني انا راكن الساعه في الدرج ما بستخدمهاش او لابسها في ايدي مش موصلها بالموبايل ومش بستخدم امكانيه فيها، هتقعد معاك من 10 ل 15 يوم عن تجربه. طب في الاستخدام بتخلص بقى بسرعه وجو يوم بقى واشحنها كل يوم والجو ده؟ لا، البطاريه هنا بطاريه محترمه، بطاريه محترمه. وانا هقول لك تجربتي ليها على السريع كده. وقبل ما اقول لك تجربتي خليني اقول لك نصيحه مني ليك. انت دافع فلوس 1000 2000 3 في منتج ساعه او ايربودز، اشحنها بالقدره المناسبه ليها. يا جماعه اي ساعه، اي ايربودز، اي سبيكر هتشحنه بشاحن مش قدرته هيبوظ البطاريه. والشحن هتشحن شحن وهمي والشحن هيشحن معاك او الشحن هيخلص معاك اسف في ثواني معدوده. تمام؟ فانا لازم اشوف الساعه دي مثلا الهاينوتيكو 19 دي بتشحن بشاحن اقل من 2 امبير، يعني 1.5 امبير. طب الناس بتروح تشحنها بشاحن 60 واط و70 واط و50 واط، ده غلط، ده غلط. وبترجع تلوم صاحب الستور اللي باع لك او بترجع تلوم الشخص اللي باع لك المنتج. لا لا لا، استخدم المنتج صح عشان تحافظ على المنتج اللي انت دافع فيه فلوس. بطاريه في الاستخدام المتوسط لو انا فعلت وضع الاولويز اون ديسبلاي تمام واستخدمتها استخدام متوسط بتقعد معايا من يومين ل5 ايام. يومين استخدام مكثف، 3 ايام استخدام متوسط، تمام، 5 ايام لو استخدام بسيط. انا بقول لك التجربه اللي انا جربتها. تمام؟ هتختلف من شخص للتاني، هتختلف من درجه سطوع الساعه، هتختلف معاك من كميه الرسائل اللي بتجيلك، هتختلف من كم مره بتبص في الساعه، هتختلف مني ليك لفلان لفلان. ولكن هي بطاريه مش بطاريه ساعه صيني بتخلص بسرعه. تمام؟ تعالوا بقى ندخل على الحاجات الثانويه. لما بنسحب من فوق كده طبعا بيجيب لنا الاشعارات، ولما بنرجع تاني كده نسحب من الجنب الشمال بيجيب لنا شورت منيو فيها الحاجات الاساسيه او الحاجات اللي انت بتستخدمها بشكل دايم. ولما بنرجع تاني ونسحب من اليمين بيجيب لنا المربع ده اللي فيه اهم الحاجات، فيه التحكم في فيديوهات الشورتس، في التحكم في الموسيقى اللي على الموبايل، في كمان الهارت ريت، وضع النوم، الاكتيفيتي،
كل الحاجات الايه اللي انت دايما بتستخدمها بشكل مربع كده، وتقدر تغيره او تلعب فيه كده من جوه تغير الشكل ده. لما بنسحب من تحت عندك بقى المنيو بتاعت اللي فيها الحاجات الاساسيه زي الستاره كده بتاعت الموبايل. تخش من هنا الاعدادات، تفعل وضع النوم، تفعل البلوتوث. هنا يا جماعه مهم جدا بعد ما الساعه تنزل من بيها ميه او تيجيها ميه تدوس على دي تشغل ايه وضع طرد الميه. عندك هنا شات جي بي تي، لو دوسنا على الزرار اللي فوق بيدخلنا في الاوضاع الرياضيه، ولو دوسنا على الزرار اللي تحت ده بيدخلنا على طول او بيفتح لنا على طول الذكاء الاصطناعي اللي هو شات جي بي تي. والسكرول طبعا بيدخلنا على القائمه بقى بتاعه التطبيقات. عندنا برضو حاجات اساسيه هنا، عندنا صفاره انذار. عندنا كمان زي ما احنا شايفين خاصيه اللايف فوتو، انك تشغل الكاميرا بتاعت البرنامج تظهر لك على الساعه على طول زي ما انت شايف كده، تقدر تلقط لقطه. الموضوع ده لذيذ جدا لو انت بتصور والكاميرا بعيد عنك او كاميرا الموبايل بعيد عنك. خاصيه الان اف سي موجوده، ما جربتهاش بصراحه، بس في ناس قالت لي ان هي شغاله على تردد معين. يعني عندنا خاصيه الان اف سي بس انا ما جربتهاش عشان اكون صادق معاك، لان مش مقتنع ان هي تشتغل في الساعات الكوبي. ولكن في ناس بتقول لي شغاله في ساعات ارخص من كده. طبعا لو الموبايل بعيد عنك تقدر تبحث عنه. عندك كمان الايماءات، عندك كمان تتحكم في فيديوهات الشورت عن بعد. لو فيديوهات الشورت شغاله على الموبايل تقدر تقلب من هنا، ودي حاجه كويسه جدا لو انت مشغل الموبايل على الشاشه ولا حاجه تقلب من هنا. حتى لو عايز تعمل لايك يا جماعه، حتى لو عايز تعمل لايك تقدر تعمل لايك من هنا، توقف الفيديو من هنا، تعلي الصوت من هنا، توطي الصوت من هنا، ترجع الفيديو اللي فات تاني. حاجه لذيذه جدا وشغاله بشكل كويس، في سلاسه بين الموبايل وبين الساعه. عندنا كمان آلة حاسبة تقدر تعمل عليها كل العمليات الحسابية، بتفكرني بالآلة الحاسبة بتاعت الايفون جدا يعني. وعندك خاصية واب للشاشة دي اللي بتقدر من خلالها تخصص اي كلام او اي ايموجي او اي صورة تقدر تشغلها بشكل دائم على الساعة بالشكل اللي انت شايفه ده. كلام يمشي على الساعة كده يمين او شمال، حاجة انت عايز تكتبها لحد وعايز يشوفها. هي خاصية او امكانية لذيذة بصراحة في الساعة. وبالنسبة للسعر فالساعة دي هتلاقيها موجودة في السوق المصري بسعر من 1700 جنيه او من 1650 جنيه لحد 2000 جنيه في مختلف بقى الاماكن بقى، ده رينج السعر بتاعها. وموجوده عندنا في هيكس ستور. طبعا هسيب لك لينك الشراء طبعا في وصف الفيديو، ولينك كمان الواتساب لو عايز تكلم فريق المبيعات بشكل منفصل. تمام. وان شاء الله هحاول اجيب لكم عليها خصم واحط لكم كود خصم اسفل الفيديو. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصديقي محتاج دعمك، ده اول فيديو ليا بعد غياب، فمن فضلك اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده، ومش هتخسر حاجه لما تكتب كومنت حلو كده نصلي كلنا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.